السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضر مع بعض النهاردة الكبسة باللحمة بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي، وكمان هنحضر مع بعض سلطة الدقوس. انا كنت عملتها معاكم قبل كده، بس المرة دي هعملها لكم بطريقة تاني مختلفة. اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو يضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. معايا بقى حلة على النار نزلت فيها بمكعب من الزبدة، عليها حبة زيت. هنزل بقى بواحدة لومي، واحدة قرفة، ورق لوري، حبهان، قرنفل، فلفل اسود. هقلبهم بقى كده قلبتين. بعد كده نزلت عليهم ببصلة متوسطة متقطعة، قلبتهم بقى كده في بعض. بعد كده نزلت بمعلقة صغيرة توم مفروم. معايا هنا بقى قرن فلفل حامي، بس ما تخافوش مش هيعمل حاجة علشان حاطاه سليم، انما اللي بيحب الشطة بقى ممكن عادي يقطعه. حطيت كمان نص معلقة صغيرة جنزبيل فريش. بعد كده بقى هنزل باللحمة بتاعتي عشان اديها تشويحة كده. هقلبها بقى كده اديها لون على الجنبين. اشوحها كده بقى في البصل. بعد كده بقى التوابل اللي معايا، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الكاري، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من توابل او بهارات اللحمه، ومعايا كمان واحده مرقه نزلت بيهم كده. هقلبهم بقى كده في بعض. معايا بقى جزره مبشوره. بعد ما قلبتهم في بعض كمان معايا طماطمايه مبشوره برضو هنزل بيها. بعد كده بقى كنت مجهزة جنبي مية مغلية، لازم مغلية عشان ما ننزلش درجة حرارة اللحمة. هنزل بيها كده بقى، هغطي اللحمة بمية مغلية معايا. هقلبهم كده في بعض. خلي بالكم على فكرة انا ما حطيتش ملح، انا مش هحط ملح غير بعد اللحمة ما تستوي. هغطيها بقى واسيب اللحمة معايا لما تستوي وارجع لكم. بصوا هنا كانت اللحمة استوت معايا، يعني يعتبر 90% من استوت اللحمة. انا بصراحة بحب اللحمة دايبة، علشان كده انا بسويها سوا كامل. ممكن انتي لو مش بتحبيها دايبة اوي ممكن تسويها 75% سوا وتكمل سواها مع الرز. هخرج بقى اللحمة بتاعتي كده بره الشوربة. هنزل بقى بثلاث كوبايات من الرز البسمتي غسلاه ومنضفاه، جاهز معايا هنزل بيه. انتي بقى على حسب الكمية، يعني انتي لو عايزة تعملي كمية اكبر كمية اقل براحتك. هتظبطي بقى ايه مقدار الشوربة، لو زيادة هتحوشي، لو ناقصة هتزودي حبة مية كمان. هنزل بقى باللحمة كده على الوش، هرصها كلها على وش الشوربة. بعد كده بقى اغطيها. بص اول ما ابتدت تغلي انا مش هقلبه، انا هنزل بس المعلقة من تحت كده، انزل الشوربة تاني تحت، وهغطي بقى الحلة بتاعتي واسيبه يستوي براحته على نار هادية. بصوا كده كان استوى معايا ونزلته. بصوا بجد تحفة، الطريقة دي جامدة اعتمدوها. بصوا مش معجن معايا ولا اي حاجة، بصوا عامل ازاي. بجد الطريقة دي لو جربتوها تعجبكم قوي. بصوا اللحمة كمان دايبة معايا. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض سلطة الدقوس. معايا 5 فصوص من الثوم، هنزل عليهم بحبة فلفل اسود وحبة كزبرة وملح، يعني نص معلقة ونص معلقة ونص معلقة. وبعد كده نزلت بحتة فلفل كده، بس هي عشان حراقة انا ما حطيتش القرن كله، براحتك بقى على حسب انتي ما بتحبي الشطة.
معايا كده حلة على النار نزلت فيها بحبة زيت، وبعد كده هنزل بقى بالحاجات اللي انا فرمتها دي، توم والتوابل. هقلبهم بقى كده مع بعض قلبتين، انا مش هحمرها خالص. بعد كده نزلت بقى بمعلقة من الصلصة. معايا هنا بقى 3 حبات من الطماطم انا بشرهم ومجهزاهم، نزلت بيهم بقى وهقلبهم كده كويس. هقلبهم كده بقى واسيبهم دقيقتين 3 كده لحد ما احس ان هي اتسبكت وشربت المياه بتاعتها. بصوا كده كانت خلصت معايا. بجد الطريقه دي تحفه يا جماعه، وطلعت حلوه قوي، طعمها حلو. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بصوا قوامها عامل ازاي. هنا بقى على حسب المكسرات اللي انت عايزه تحطيها على الرز. انا بصراحه هحط زبيب، كان عندي زبيب فانا هحط زبيب. بس اي نوع مكسرات انت هتعمليه بنفس الطريقه اللي انا هعملها دي. انا حطيت معلقه زبده وعليهم حبه زيت. هنزل بقى بالزبيب بتاعي. هفضل بقى اقلب فيه لحد ما تحسي ان هو كده اتنفخ معاكي كده ولونه اتغير معاكي. بصوا كده انا خلصته وطفيت عليه. كده بقى خلصنا الوصفه بتاعتنا. بصوا ده الرز بعد ما غرفته، ودي سلطه الدقوس. بصوا بقى انا حطيت الزبيب بقى كده كله على الوش. بجد يا جماعه الوصفه دي تحفه، جربوها، طعمها رهيب، ان شاء الله تعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.